السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هنعمل اجمل تحلية، هنعمل جيلي بالمهلبية تحفة لزوم بقى كده ضيافة العيد. ان شاء الله نعمله بطريقة سهلة جدا. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجة هيكون معانا جيلي، وهيكون كمان معانا مية بتغلي والسكر حسب الرغبة. بنحط لكل مثلا كيس جيلي كوبايتين من المية يغلوا. لو هتعملي كيسين جيلي تبقي تحطي حوالي 4 كوبايات وسط كده من المية يغلوا معانا. نبتدي ننزل بالسكر، نحليه زي اي حاجة وحسب ما انت عايزة، سواء سكره زيادة او اقل. هنبتدي بقى ندوبه كويس جدا. في الوقت ده طبعا عندنا اي فاكهه محضرينها مقطعينها، موز، تفاح، عنب، زي ما تحبي. انا حطيت موز في كاسات او ينفع اطباق، المتوفر عندك اشتغلي بيه. مجرد ما غلي معانا بقى يا جماعه الميه، بننزل بالجيلي بتاعنا، بنقفل النار وننزل بالجيلي ندوبه كويس لحد ما يدوب معانا خالص. نحط بقى كيس من الفانيليا، انا بحب برضه احط فانيليا عليه ويهدى شويه معانا بس. ونبتدي ننزل بالموز. انا بما اني هعمله نصه جيلي ونصه مهلبيه، فبحط في الكاس نصه بس. يعني احنا بنحط الفواكه الاول، بعد كده بنعمل الجيلي نحط نص الكميه بتاعه الكاس ويهدى معانا يبرد خالص على الرخامه، نحطه في التلاجة لحد ما يجمد معانا، وبعد كده نعمل طبقه المهلبيه مع بعض. بيبقى حلو جدا يا جماعه، بيبقى هايل. بعد ما خلصنا بقى كل الكميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، عمل معانا كميه حلوه جدا. نخش على المهلبيه. بصوا هنعمل حوالي لتر من الحليب. لكل كوبايه من الحليب اللي هو المج معلقه كبيره من النشا، وبنحط سكر طبعا حسب الرغبه وعلى النار بقى، ونبتدي نقلب فيها كده لحد ما توصل للقوام الكريمي. بعد ما وصلت معانا بقى للقوام الكريمه، هنبتدي ننزل بحوالي معلقتين كبار من القشطه وكيس من الفانيليا، ونقلبهم كويس مع بعض. طبعا بنبقى طافيين النار ورافعينها من على النار خالص. اي قشطه عندك متوفره ممكن من على وش اللبن طبعا، او اي قشطه متوفره عندك دي بتعزز طعم المهلبيه. في الوقت ده الجيلي بتاعنا جمد في التلاجة، قعدتيه حوالي مثلا 3-4 ساعات، او ممكن بالليل تشتغل في المهلبيه الصبح زي ما تحبي. هو كده تمام جاهز معانا. بنقلب كده ونتاكد ان القشطه بتاعتنا والفانيليا دابت كده في قلب المهلبيه. طلعنا بقى الجيلي من التلاجة وهنبتدي نغرف فوق الجيلي المهلبيه. شايفين يا جماعه جمد معانا وبقى تحفه. في الوقت ده بقى هننزل على طول بالمهلبيه بتاعتنا. قوام المهلبيه كريمي وحلو جدا. بتبقى طبقه كده نص مهلبيه ونص فراوله، بيبقى حلو جدا وشكله بيبقى شيك قوي. بعد ما بنخلصه طبعا كده ونحط عليه كل المهلبيه، برضو لو عندك مكسرات او جوزند او زبيب نبتدي نحطه برضو في النص كده. لو وصلت معانا لحد كده بقى وحاسه انك استفدتي من الفيديو، ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناه، طبعا يشرفنا وينورنا انك تشتركوا معانا في القناه. بكده خلصنا وصفه الجيلي بتاعنا، شيك جدا حلو جدا لضيافه العيد. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. بقى وصفتنا تكون عجبتكم. انتظروني بقى في فيديو جديد ووصفات تانية كتير. اسيبكم على خير واشوفكم على الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامة.